مرحبا وأهلا وسهلا فيكن منين ما كنتوا عم تتابعوني ببيت بنت الشام. وأنا قلت بيت ما قلت بقناتي لأنكن عائلتي التانية وبحبكن الكبير يلي غامرني وبتشجيعكن الدائم إلي عم تعطوني القوة والاستمرارية لأقدم لكم كل جديد. وطبعا أنا بالمقابل بقدم لكم حبي الكبير وبتشكركن على الكومنتات المليئة بالحب قبل الإعجاب بالمحتوى يلي عم قدمه. لهيك أول شي بقلكن بحبكن كتير يا أجمل عائلة ربي وهبني إياها. واليوم رح أقدم لكم فطيرة دوار الشمس بعجينة اسفنجية مميزة وحشوة جديدة ومع بعض على المقادير. بالنسبة لمكونات فطيرة دوار الشمس، أول شي رح نحكي بمكونات العجين. بيلزمني حليب دافي 1 كوب، وعندي سكر معلقة كبيرة، ولبن زبادي كمان 2 معلقة كبيرة، وعندي هون البيضة أنا فاصل البياض عن الصفار. بدي استعمل للعجين البياض، وخليت الصفار خليط التلميع لدهن الفطيرة. وعندي ربع كوب زيت نباتي، وخل أبيض معلقة كبيرة، ومعلقة صغيرة ملح. وعندي كمان 3 كواب ونص الطحين متعدد الاستعمالات، وبيلزمني كمان ربع معلقة كبيرة بيكنج باودر. ومع بعض على التحضير. هلأ بالنسبة للخطوة الأولى للعجين، أول شي بنخل الطحين. ونخل الطحين كتير مهم للمعجنات، كتير مهم. وهي انتهيت من نخل الطحين. هلأ أول شي بضيف كوب الحليب الدافي طبعاً، ومعلقة السكر، ومعلقة الخميرة. ندوب السكر والخميرة بشكل كتير منيح. وهلأ بضيف بياض البيضة، وبضيف ربع الكوب الزيت النباتي. وهون عندي معلقتين لبن راقي، بحركهم بشكل كتير منيح. طبعا الملح دائما ما منضيفه فوق الخميرة، بيفسد مفعول الخميرة. بضيفه بس تتخمر الخميرة، بعدين بضيف الملح. هلا بتركن هيك مدة 10 دقايق لحتى تتفاعل الخميرة تماما، بعدين بضيف باقي المكونات. وهي مثل ما شايفين عندي تركت الخميرة مع المواد اللي حطيتها تقريبا 5 دقايق بمكان دافي لحتى اختمرت معي بهذا الشكل. وهلا رح اضيف ظرف البيكنج باودر، وهون عندي معلقة خل كبيرة، وهون عندي نص معلقة ملح صغيرة كمان ضفتها. وهلأ حضيف الطحين أول بأول. بعجنها كتير منيح لحتى حصل على عجينة ناعمة. وهي بعد ما عجنت العجينة وحصلت على هي العجينة الناعمة، أنا هون حاطة بالوعاء شوية زيت. وهلأ بعد ما غلفتها بالبلاستيك الغذائي بهذا الشكل، كمان بغطيها وبحطها بمكان دافي تتخمر مدة ساعة.
وبالنسبة لمكونات الحشوة لفطيرة دوار الشمس، أنا بيلزمني نص كيلو سبانخ 500 جرام، وبيلزمني كمان جبنة كريمي 200 جرام، ومعلقة صغيرة ملح، ومعلقة صغيرة فلفل، وبيضة، ومع بعض نحضر الحشوة. وبالنسبة للسبانخ أنا هون حطيت مي غليانة طبعا ليك وصارت تغلي. هلأ حنزل السبانخ فيها مدة 5 دقايق فقط. مثل مو شايفين معي ما بخليها تغلي أنا أبدا مشان ما تفقد فيتاميناتها، لهيك أنا فقط خليتها تدبل. هلأ رح أطفي تحتها وصفيها من المي، وهلأ رح أعصرها بهذا الشكل كتير منيح، طالع المي منها تماما. بهذا الشكل. وهلأ بدي أفرمهم بشكل ناعم كتير. وهلأ بضيف الجبنة الكريمي مثل ما حكينا 200 جرام، أي نوع جبنة بتفضلوه ما في مشكلة. بضيف معلقة صغيرة ملح، ومعلقة صغيرة فلفل، وبضيف البيضة، وهلأ نخلطهم مع بعض. وهون مثل ما شايفين معي أنا محضرة كيس نايلون، حفرغ الحشوة بقلبه. وهي العجينة بعد ما خمرناها هذا شكلها النهائي. وهلا بدنا نقسم العجينة لقسمين. وهلا القسم الثاني بدنا نفرده على شكل دائري. وهلا بعد ما فردت العجينة بهذا الشكل الدائري بأي غطاء نحدد وهلا هذا العجين الزايد كله بنقيمه. وهيك حصلت على هذا الشكل الدائري. هلا بأي زبدية عندكم بحدد الوسط وما بضغط كتير عليها، فقط بحدد مشان بدي احط الحشوة. وهي حطيت طبقة العجين بصينية الفرن وحطيت ورق زبدة، وهلأ حأرجع غطيها مدة 5 دقايق بعدين بحشيها. وهلأ بعد ما ريحت العجينة 5 دقايق، وهلأ رح نبلش نحشيها مع بعض. بحشي أول الوسط، وهلأ بعد ما حشيت الوسط هلأ راح أحشي الداير. وهي انتهيت بالحشو بهذا الشكل، بحيث نترك الأطراف مشان نحط هلأ الطبقة الثانية ومع بعض نحضر الطبقة الثانية.
وهلا بعد ما فردتها بالشكل الدائري بنفس الطريقة بتخلص من العجين الزايد. وهلا بعد ما خلصنا الطبقة الثانية هلا بنفردها بهذا الشكل. وهلا اول شي بنضغط هون بالنص بهذا الشكل، نسكر لنحصل على شكل دوار الشمس. كمان بسكرها من الداير بشكل كتير منيح. وهي عندي صفار البيضة اللي خليتها للتلميع، راح احط فوقها معلقة حليب كبيرة. طبعا انا شعلت الفرن على حرارة 180 مشان ندخلها على فرن حامي. وبالنسبة للحرارة فقط من تحت. هون عندي سمسم وحبة البركة هلا حزينهم فيها. وهي دخلتها على الفرن على حرارة 180 مدة 25 دقيقة. وطبعا النار فقط من تحت، بعدين بشغلها من فوق.